الحرب في روسيا. وأيوة، أنا كتبتها صح، لسه مكملة. هنتكلم عن الخريطة الغريبة كمان شوية، بس لازم أحرق عليكم النقطة الرئيسية لليوم. الحرب بقت بسرعة مش قابلة للاستمرار بالنسبة للروس العاديين، وكل ده بفضل قرارات العقوبات اللي الغرب أخذها في الأول، واللي أخيراً بدأت تأثر على موسكو. أيوة، النهاردة حنستكشف بشكل مثير الجمع بين الأمهات الجذابات وثائق إعادة التأمين، وأنا فخور إني أكيد أول واحد في تاريخ البشرية يربط بين الحاجتين دول مع بعض. وكمان هنحاول نفهم ليه الكرملين نفسه مش بيعمل أي حاجة بخصوص الموضوع ده. بعيداً عن إنجازاتي الشخصية في الكلام، الحملة الرئيسية اللي بتكلم عنها طبعاً هي ضربات أوكرانيا على مراكز توزيع وايلد بيريز. ويا ساتر، أمازون روسيا بيتدمر أسرع من غابة الأمازون الحقيقية. دي خريطة روسيا المعترف بها دولياً، وكل المواقع اللي اتدمرت أو اتحرقت أو بقت غير آمنة. هتلاحظ أن في تركيز حوالين موسكو لأسباب واضحة. في واحدة خارج الخريطة لأنها حصلت في القرم، ومع إنهم لسه في الثلث الغربي من البلد بس بدأوا يتحركوا ناحية الشرق. بس النهاردة الصبح تقدر تضيف تقارير عن 3 كمان في فولغوغراد، تترستان، والمرة الثانية على طول عبر مضيق كيرتش. وكمان باين إن أوكرانيا ضربت مركز توزيع لمنافس وايلد بيريز الرئيسي أوزون، واللي يمكن قبل كده كان بس في مرمى نيران بعض منشآت وايلد بيريز القريبة. وصلنا لمرحلة إنه شركة فاير بوينت اللي معروفة أكتر إنها منتجة صاروخ كروز فلامينغو، مع إن الدرونز بتاعتها هي المسؤولة عن الهجمات دي، بقت بتلعب نوع من بينجو وايلد بيريز على السوشيال ميديا. وأيوة، أنا فعلا أقصد كده. لو خمنتي صح مكان الهدف الجاي، ممكن تكسب واحدة من سلاسل مفاتيح فاير بوينت اللي عليها شعار الشركة. ولو كنت بتسأل ليه اسمها ميلفتك، بصراحة بما إن البرنامج عائلي وبيتكلم عن الحرب، فأنا أقدر أفترض إن ميلف معناها لوجستيات المخزون المفقود الفاشلة. أو يمكن عشان المديرة التنفيذية ست، وهي بتسخر من الصور النمطية عن الستات في صناعة الدفاع. على فكرة، هي اتولدت سنة 1992. لو في جيل الألفية الأكبر محتاج سبب تاني يعيد تقييم، هو عمل إيه طول حياته؟ في كل الأحوال، شركة فاير بوينت مبسوطة جدا بالفوضى اللي سببتها، ومش خايفة تستخدم تسجيلات روسيا نفسها للأضرار علشان تزود وجودها على السوشيال ميديا. بس على قد ما السوشيال ميديا المبلية على اسم ML1000 مثيرة للاهتمام، القصة الحقيقية اللي ورا مشاكل روسيا دلوقتي هي تأمين. أيوة، الأنظمة المالية القديمة والمملة رجعت تاني. الشركات محتاجة تأمين علشان تحمي نفسها من المخاطر المختلفة اللي بتقابلها كل يوم. ممكن يكون عندك نموذج عمل ممتاز بيحقق أرباح بشكل ثابت، لكن دايماً فيه احتمال صغير إن حاجة تحصل وتبقى كارثية. أكيد مش هتكون عايز مشكلة واحدة تبوظ مشروعك اللي بيكسب بشكل ثابت. عشان كده بتاخد تأمين كنوع من الحماية ضد الاحتمال النادر بس السيدة. بس الحروب بتلخبط العملية كلها. نموذج العمل اللي بتتبعه شركات التأمين هو تجميع المخاطر. حريق في مصنع مثلا، ده حدث نادر وحيكون مدمر للشركة دي في المكان ده بالذات. لكن لو شركة التأمين غطت 100 مصنع مختلف، هيكون فيه تباين أقل بكتير في النتيجة المتوقعة، وده بفضل روعة نظرية النهاية المركزية. فهي بتجمع أقساط التأمين من كل الشركات دي، وهي عارفة إن عدد قليل منهم هيحصل عندهم حرائق. بس ده عادي، الأقساط اللي بتدفعها باقي الشركات بترد التعويضات وزيادة، فشركة التأمين تقدر تحقق ربح كل سنة. بس فيه مشكلتين كبار في نموذج العمل ده. واحدة منهم هي سوء الحظ. رغم ميل مبرهنة النهاية المركزية، لسه فيه أطراف في التوزيع اللي فيها بسبب سوء الحظ الشديد عدد كبير من المصانع ممكن يتحرق في سنة معينة. المشكلة دي بتتحل بحاجة اسمها إعادة التأمين. عشان سمعت إنك بتحب التأمين، فجبنا لك تأمين على التأمين بتاعك عشان تقدر تأمن وإنت بتأمن. كل شركة تأمين لوحدها بتواجه مخاطرة قليلة من سوء الحظ، فشركة إعادة التأمين بتجمع المخاطر دي
بنفس الطريقة اللي شركات التأمين بتجمع بيها المخاطر للشركات الأصلية. دي هي السحر اللي ورا صناعة التأمين، واللي إحنا كأشخاص عاديين عمرنا ما بنفكر فيه، لأنه كله بيحصل ورا الكواليس. بس الدنيا بتبدأ تبوظ من غيره، وممكن ما تثقش في قدرة شركة التأمين بتاعتك إنها تدفع لك لو ما كانش موجود. نروح للنقطة اللي بعدها. المشكلة الثانية في أول مستوى من خطط التأمين هي المخاطر المرتبطة ببعضها. لما في أغلب الأوقات 3% من المصانع بس اللي بيحصل فيها حرائق النظام بيشتغل كويس جدا، لكن لما 97% من الوقت ما فيش حرائق و3% من الوقت كل المصانع بيحصل فيها حرائق في نفس الوقت، كل حاجة بتبوظ. أكيد شركة التأمين هتكون بتكسب فلوس كتير في 97% من الوقت، لكن في 3% التانية هتفلس. عشان كده وثائق التأمين عادة بتحتوي على بنود القوة القاهرة، ومعظمها بيحمي الشركة من الدفع لما سبب الضرر يكون مشترك بين حالات كتير. ممكن يبان كأنه خدعة، شركات التأمين بتستخدمها عشان تتهرب من التغطية، بس في الحقيقة ده بيعكس الواقع فعلاً. شركات التأمين فعلياً مش هتقدر تدفع لكل الناس في نفس الوقت. العملاء مش المفروض يدفعوا مقابل الاحتمال ده، ولا حتى يتوقعوا إنهم ياخدوا التغطية دي. يمكن دلوقتي تقدر تشوف الموضوع رايح فين. فكر في مشكلة الترابط في سياق القنابل الأوكرانية. عشان التأمين يشتغل صح لازم لما أعرف إنه مصنعي حصل فيه مشكلة ده ما يدلناش على إذا كان مصنعك حصل فيه مشكلة ولا لأ. لكن ده مش هو اللي بيحصل في حملات القصف الاستراتيجي. لما أعرف إن مركز التوزيع بتاعك اتدمر ده يخليني أعتقد إن الليفرز بتاعي كمان احتمال كبير يكون اتدمر. معرفة إن أوكرانيا بتهاجم الحاجات دي أصلاً بتخلي الكل قلقان. ولا يزيد الطين بلة، كل ما بشوف حاجات أكتر اتدمرت كل ما احتمال إن الماضي بتاعي اتدمر بيزيد، عشان إحنا بنتعلم أكتر عن مدى حملة القصف. وبالتالي بوليس التأمين العادية مش نافعة هنا. الموضوع مش بس مسألة زيادة خطر التدمير. شركات التأمين كانت ممكن تحل المشكلة دي على الأقل عن طريق رفع الأقساط. المشكلة في الترابط نفسه. لسه في حل قائم على التأمين هنا. فرض أقساط عالية وبعد كده تدور على معيد تأمين. معيد التأمين حيطلب هو كمان أقساط عالية، بس لو هو بيأمن شركات تأمين كتير يقدر يمتص المخاطر المرتبطة دي كلها مع بعض، طالما المخاطر المرتبطة دي مش مرتبطة بالمخاطر التانية اللي هو بيتحملها. هنا بتظهر مشكلة تانية تحديداً لروسيا. ما فيش شركات إعادة تأمين كتير في العالم. المشروع ده محتاج رأس مال ضخم جداً لو عايز تدعم ضماناتك بشكل موثوق، واللي حصل إنه أفضل شركات إعادة التأمين هي شركات غربية. فدلوقتي تقدر تشوف المشكلة فين. الشركات الروسية بدأت تتحول للتأمين الروسي بعد ضم القرم في 2014، واضطرت فجأة تعتمد على الشركات المحلية بعد غزو 2022. وشركات التأمين دي كمان اضطرت تتحول لشركات إعادة التأمين الروسية. بس بعد كده بنقابل مشكلتين كمان. أولاً شركات إعادة التأمين الروسية صغيرة جداً بالنسبة للمهمة اللي قدامهم النهاردة. ثانياً، ودي النقطة اللي الأمور بتبدأ تبقى معقدة فيها، شركات إعادة التأمين عندها إعادة تأمين خاصة بيهم اسمها إعادة التأمين. بالضبط، أنا جبت لك تأمين لتأمينك عشان تقدر تأمن وإنت بتأمن. الجهات اللي بتوفر إعادة التأمين بتواجه أكبر نسبة مخاطرة، عشان كده لازم يكونوا أكبر بكتير ويقللوا المخاطر بتاعتهم عن طريق توزيع المخاطر على أكبر عدد ممكن. إعصار في فلوريدا وزلزال في تايوان تقريباً مفيش بينهم أي علاقة، فده بيديهم شوية راحة بال. وفي يوم تقدر تجمع فيه المعلومات دي وتفضل دايماً سابقني بخطوة، أظن إنك هتقدر تشوف المشكلة هنا. شركات إعادة التأمين الروسية ما عندهاش وصول لإعادة التأمين، وده بالضبط لأنه محتاج وصول لأسواق عالمية، وده بيخلي المؤمن الأخير هو الدولة الروسية نفسها. ولحد دلوقتي الشركات الروسية مش سامعة كتير من الحكومة غير كلام وتعاطف بس. حتى مع الكوارث الطبيعية
الحكومات دايما بتبقى شركة التأمين الفعلية لما ما فيش شركة حقيقية عايزة تدخل في الموضوع. هم فعليا بيوزعوا تكلفة النتائج السيئة على كل الناس في البلد. في حالة روسيا ده هيكون مناسب فعلا. من 4 سنين الكريملين قرر إنه هيكون في حرب شاملة في أوكرانيا. فلما الحرب رجعت لروسيا الدولة كلها لازم تتحمل مسؤولية الأضرار. مش منطقي إنه شركة خاصة تشيل عبء الحرب. لكن لا، الكريملين مش شايف الأمور بالطريقة دي. ونقص المساعدة الجدية غير وعود القروض وتخفيف الضرائب بيخلينا نسأل، الكريملين بيفكر في إيه هنا؟ لأنه كل روسي شغال في التجارة الإلكترونية دلوقتي بيتحمل تكلفة الحرب بنفسه. أفضل تفسير عندي لعدم وجود أي تحرك هو إنه فيه عاملين مجتمعين. أولاً، الكريملين ببساطة مش قادر يتحمل التكلفة. التجارة الإلكترونية بتغطي حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولو تم تدمير وايلد بيرز والحاجات اللي زيه ده كمان هيأثر على البياعين من أطراف ثالثة. وده قبل ما قطاعات تانية تدخل في الصورة زي محلات البقالة اللي بيفكروا يقللوا حجم مراكز التوزيع بتاعتهم عشان يتجنبوا المشكلة دي بالضبط. الكريملين ما عندوش السيولة اللي تخليه يدفع تعويضات بالحجم ده، يعني إلا لو طبعوا كمية فلوس ضخمة جدا، وده الاقتصاديين الروس عارفين إنه فكرة سيئة لأسباب كتير تانية. فاكر؟ الكريملين حاسس بضيق مالي دلوقتي بعد خسارة عائدات المصافي بتاعته؟ عشان كده في إشاعات إن روسيا هتسيب نظام التعاقد في التجنيد وهتتحول لتعبئة 500,000 جندي في خلال شهرين، لأن الخيار التاني أرخص بكتير جدا. وأي سيولة مالية عند روسيا دلوقتي بتتحط في خزنة كاحتياط لأي مشكلة ممكن تنتشر وتسبب خطر كبير على النظام المالي الروسي كله. آخر مرة أتكلمنا فيها عن وايلد بيرز كانت الخلاصة الأساسية إن الشركة مش بيمثلوا النوع ده من المشاكل حسب المعلومات المتاحة للعامة. وبالتالي الكريملين يقدر ينام مرتاح النهاردة فرحان إنه نقل جزء تاني من تكاليف الحرب لضحايا مش واخدين بالهم، أو على الأقل صناع القرار ورا الجدران الحصينة دي يقدروا يحاولوا يناموا مرتاحين طالما الروس الغاضبين ما بدأوش ينزلوا الشوارع. طيب إيه أهم النقاط اللي نطلع بيها النهاردة؟ الضربات الأوكرانية على وايلد بيرز مستمرة ويبان إنها بتنتشر لأهداف تانية مرتبطة بيها. شركات التأمين الروسية مش قادرة تتعامل مع المشكلة بسبب حجمها وكمان بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية اللي اتفرضت قبل كده. والكريملين لحد دلوقتي مش مهتم يحل المشاكل دي مع إنه الجهة الوحيدة اللي تقدر تتصرف في الوقت الحالي. وفي نفس الوقت تقدر تفتكر إزاي كل ده بدأ لما تقرأ واحد من الكتابين الرائعين دول اللي بيتكلموا عن أصل الحرب. شوف وصف الفيديو علشان تعرف معلومات أكتر عنهم. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأنا هشوفك بكرة. خلي بالك من نفسك.